إحدى الجزر النائية والمعزولة عن كل العالم، كان في بنت بتجري ورا القط ده، بتجري وراه عشان ترجع القلادة اللي خدها وجري، وأثناء كده البنت بتقع وبيبان إنها بشرية. طبعا الكل مستغربين إزاي كده. القط بقى بيستغل الموضوع ده وقام بيغفل البنت وبيهرب، لكن ولحسن الحظ الواد ده استخدم قدراته ولحقها قبل ما تقع. القط هو كمان كان هرب، وكل سكان الجزيرة بيتلموا على البنت الغلبانة ناويين إنهم يقتلوها. البنت بتحاول تهرب لكن الواد التاني ماسك ايديها جامد، بتحاول تهرب تاني بس هو بيقول لها حلقك اهو يا ست البنات. بيخلع بعدها الظن وبيطلع بشري هو التاني. الله، محد يفهمنا حاجه يا جدعان. الواد بقدرات سحريه بياخد البت وبيجري، والبت طبعا ما كانتش فاهمه اي حاجه. بيجيب لها طاقيه جديده وبيقول لها ما عدتيش تيجي لهنا تاني، المكان ده لانصاف البشر بس، ولو قدروا يمسكوكي فوقتها مش هيسموا عليكي ابدا، فعالي كده وتعالي معايا اخرجك من هنا. والبت بعد ما عدت التفكير حست بغلطها وراحت تشكره، طلبت منه يوديها للبرج دوت، والواد فعلا وافق. الصراحه مش عارفه هيحصل ايه هناك بس قشطه، تعالوا نكمل. العيال فعلا وصلوا للبرج والمنظر كان جميل وخلاب جدا. البت بقى بتشكره على مساعدته وبعدين خدت بعضها ومشت. اما الواد فرجع على محل الحداده اللي المفروض هيشتغل فيه، بيتكلم مع واحد من انصاف البشر هناك وبيساله على انواع الشغل الموجوده عندهم. الحداد فكر شويه كده وقال له عندي شغل مناسب ليك وابسط يا عم. الشغل ده بدون اي خبرات عمل سابقه وبمرتب عالي كمان. كل اللي هتعمله انك هتحمي الاسلحه اللي في المستودع، وغير كده فانت هتاخد فلوس بالكوم يا ابني، والمهمه دي برضك تبع الجيش. فالواد استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وقال له تمام يا عم. ركب الطياره وفعلا وصل للمكان، لكن الوقت كان متاخر جامد. الدنيا كانت ليل والجو برد جدا. الجسر اللي بيمشي عليه مش احسن حاجه هو كمان، وشكله هيتكسر قريب. وفجاه بيسمع صوت غريب بيقرب منه، بيستنى لحد ما بيقرب خالص، ولكنها بتطلع البت ديت وبدون اي مقدمات بتهجم عليه بكل غباء، بتقول له ارحل من هذا الفناء. الواد طبعا ما بيفهمش الكلام وكل اللي كان بيعمله تفادي الهجمات. البت بقى بتطلع على الجسر بس ولانه متهالك ما استحملش وزن البت واتكسر. الواد طبعا جري عليها ولحقها لكنها ادته على دماغه واغمى عليه. بتيجي عليها البت ديت عشان تشوف ايه حصل يعني، بس التانية بتقول لها ما تقلقيش كله تحت الدومينيشن مفيش حاجه، كان في بس ولد مشبوه بيقرب من المكان وانا قمت معاه بالواجب وزياده، الدنيا تمام يعني. البت الكبيره بقى بتقرب منه وبتتفاجئ انه نفس الواد اللي انقذها الصبح. الواد ما كانش مغمى عليه ولا حاجه فعلا، وبيتصدم اول ما بيشوف البت ديت، فهي اصلا نفس البت اللي قابلها في الجزيره الصبح. البت الصغيره بتقول له انت لسه عايش؟ طب خد. بيدخلوا على البيت ده والواد بيدخل ياخد له دش كده، ولما بيطلع بيقابل البت ديت، والظاهر كده انه يعرفها كويس من قبل كده. بيقول لها انت بتعملي ايه هنا؟ الله يخرب بيت سنين. قالت له مالك كده امال؟ لا تكون شفت عفريت ولا حاجه. قال لها بتعملي ايه هنا؟ قالت له ده يا عم الروش مكان شغل، وبما انك هنا فانت زميلي الجديد يا تعالى بقى يا رايق اعرفك شويه حاجات عن شغلك الجديد. المكان ده تحت اشراف كامل متكامل من الجيش العسكري، وبما ان الاسلحه دي ذات اهميه كبيره عندهم وتصنف على قدر عالي من الخطوره، فانا وانت هنا عشان نحافظ على الاسلحه دي. انا هكون المرشده الاكاديميه بتاعتك وانت هتمثل القوه العسكريه، بمعنى تاني انا العقل وانت العضلات. الواد قال لها حلك مني بقى ده انت صداع. قالت له هو في ايه يا عم؟ ما تسيبنا نفرح شويه. انت جعان يا اسطى صح؟ تعالى نشربوك شاي. ثانيه واحده يا جماعه، الواد جعان تقوم تشربيه شاي يا فجره؟ ده ايه شغل خالتي ده؟ الواد بيخرج عن صمته وبيقول لها انا برضك لسه ما فهمتش يعني انتوا ليه عايزيني هنا؟ قالت له عشان شغل يا حبيبي، ولانك غالي عليا فانا هغششك وهقول لك على شويه نصايح ابسط يا اسطى، وده عشان تعمر معانا هنا يعني ما تقلش من اول يوم زي ال 17 اللي قبل منه. فهم اختفوا بعد يومهم الاول ومحدش عرف عنهم اي حاجه لحد دلوقتي، محدش يعرف اذا كانوا عايشين ولا ميتين، فعشان كده انت ليك حريه الاختيار، يا تفضل معانا هنا وتشوف شغلك يا تاخد بعضك وتمشي. الواد قال لها لا انا مش زي العيال التوتو اللي تعرفيهم دول، انا استثنائي واحد كده مش زي الباقي، فهكمل معاكم عادي. حلو ياد والله، مش عشان هو عايز فلوس لا، ده عشان هو استثناء واخد لي بالك. المهم البت طبعا طارت من الفرحه، وبنلاحظ ان الاطفال الصغيره كانوا بيراقبوه. الواد ده اسمه فيلم وليه ماضي غريب عجيب هنتعرف عليه قدام شويه، لكن دلوقتي هم بيفضلوا طول الليل يتكلموا ويحكوا ويضحكوا في مواضيع تخص الشغل، ولكن لما نايا بتحس ان في حد بيتصنت عليهم بتقول لفيلم نكمل كلامنا بكره رجوله، تصبح على خير سلام. بيدخل الواد على اوضته من هنا يلاقي لك الاربع بنات بيتصنتوا عليه من هنا. الله، هو تاني يا جدعان. بيفتح لهم وبيدخلهم جوه قبل ما نايا تحس بيهم، بدأ يتكلم معاهم بكل اريحيه، والبنات بيعرفوه عن اسمائهم، وفي المقابل هو كمان بيعرفهم عن نفسه. بيقولوا له احنا لاحظنا من طريقه كلامك انك تعرف المفتريه نايا مش كده؟ قال لها انا صحيح اعرفها بس علاقتنا سطحيه لابعد الحدود. البت دي بتسقف له وبتقول له كده على انك قطعت علاقتك معاها، هي اصلا مفتريه وشريره ومحدش كان بيحبها. ساعتها بتدخل البت بتاعت الصبح وبتقول لهم يلا يا بنات عشان نسيب عمه يرتاح. البنات حاولوا يقنعوها تخليهم يتكلموا مع فيلم شويه، بس التانية ما بترضاش وبتهددهم انها هتنادي على نايا، فالعيال طبعا بتترعب وبيسمعوا الكلام.
الكلام. البت ام شعر ازرق دي اسمها كتوليا بتقول له انا اسفه على اللي البنات عملوه معاك، ريح ظهرك ونام ووعدك ان الموضوع ده مش هيتكرر تاني. قال لها ما تاخديش في بالك، انا متعود على كده اصلا. فالبت بتقول له تمام يا عم وبتسيبه وبتمشي. الواد بيقول لها طب بص استني بس، عندي كام سؤال محيرين لي ومحتاجه الاقيهم اجابه. الاول، هي دي ازاي منشاه عسكريه وفيها بنات واطفال وكده؟ ده اشبه بانها تكون حضانه يعني ولا مؤاخذه. والسؤال الثاني، هي فين الاسلحه اللي المفروض احميها؟ قالت له هو انت ما تعرفش ولا ايه؟ طب بص يا سيدي، اجابت السؤال الاول في الثاني واجابت الثاني في الاول. فاهم حاجه؟ انا كنت عارفه انك بجم وهتتعبني معاك. اول حاجه، دي فعلا منشاه عسكريه ولكنها مصممه بالتصميم الهندسي البسيط ده عشان تبقى بعيده عن انظار الناس. وبخصوص الاسلحه فهم كانوا بيلعبوا معاك دلوقتي. ده اللي هو ازاي يعني؟ قالت له البنات دول هم الاسلحه، وبالمناسبه انا واحده منهم، توليا ده اسمي فما تنساهوش. تصبح على خير. سلام. وتاني يوم الصبح العيال او الاسلحه بقى كانوا بيفطروا، وبيتضح انهم مش 4 بس ولا 5 زي ما فيلم كان فاكر امبارح. انها بتقول لهم ده الظابط الجديد اللي هيكون معانا هنا، اتمنى تعاملوه كويس. بس العيال اصلا بتخاف جامد من طريقه كلامها وبتخبوا ورا بعضهم. ما بالراحه عليهم شويه يا ست نايا، دول اطفال مش كده يعني. المهم الدوام بيبتدي، وفيلم كل ما يروح على طفل عشان يساعده على طول بيخاف وبيجري منه، الا البت اللي هجمته امبارح دي بتقول له تتحدانا الله ولا خايف احط عليك زي امبارح. وبالمناسبه العسوله دي اسمها اليانور. فيلم ما بيعجبوش الوضع وبيروح يشتكي لنايا، لكنها بتقول له ماليش دعوه، اتصرف انت يا عمنا. وفي اثناء كده بتدخل عليه البنتين دول، البت الشعره اللي اسمها اسيا وصاحبتها الخجوله فرين. بتقول له لو عايز العيال ترتاح لك روح اشتري لهم حاجات حلوه. فالواد بيفهم الكلام غلط وبيدخل يعمل لهم حلويات لذيذه. فرين بتجرب وبتقول له الطعم جبار. تصدق تنفع يالا. بتنادي على باقي العيال ياكلوا، والاكل بيعجبهم جامد. شويه حلويات بسيطه ما كلفتوش 7 جنيه ونص، لكنها كانت كفيله تزود ثقه العيال بيه وترفع من احترامهم ليه. وفي اثناء ما الواد كان متاثر جامد بتدخل عليه نايا بتقول له طلع عمر في المرياله والله هتبص عيال. فالواد بيتحرك جامد وبيلحها في ثواني. بس انت فاكر ان العيال هيسيبوها صديقي؟ ابدا والله. بينط عليه ويقولوا له عايزين تاني. فالواد طبعا بيعمل لهم. وبعد يوم حافل مزدهر مليء بالاحداث المشوقه الليل بيجي والكل بينام. وتاني يوم الصبح كتوليا كانت بتراقب الواد من الشباك وشكل كده السناره غمزت يعني. اسيا بتقول لها الله الله ما كنتش اعرف انك واقعه قوي كده. واقعه؟ لا ايه، وكانت محروقه جامد. وفي الاثناء دي فيلم كان قاعد مع الاطفال بيلعب معاهم، والوضع كان اخر روقان. بيلعبوا الكره الطايره بقى ومفكرين نفسهم هنا توكاجياما ومبدعين اللهم بارك يعني. المهم بقى البت بتبعت ارسال عائم طويل، وللاسف الكوره بتفلت منهم. البت دي بتروح علشان تجيبها ولكنها بتقع. ولما فيلم بيروح يطمن عليها بتضحك له وبتقول له انا كويسه ومفيش اي حاجه. صحابها بيقولوا لها هات الكوره ويلا نكمل لعب. ساعتها الواد اتصدم، ازاي كده؟ والمفاجاه ان البت المصابه بتروح تجيب الكوره ولا كأن في اي حاجه حصلت لها من شويه. الموضوع فعلا شغل تفكير الواد. وبالليل راح يتكلم مع نايا فيه، بيقول لها من اللي انا شفته النهارده فالاطفال دي ما بتهتمش لحياتها. الاطفال دي كل همهم حاجه واحده، اللعب واللعب واللعب. ايه الازمات اللي مروا بيها خلت اللامبالاه عندهم توصل للدرجات؟ ايه اللي حصل في حياه اطفال خلاهم بالشكل ده؟ قالت له انت مستعد تعملهم بنفس الطريقه بعد ما تعرف كل حاجه؟ قال لها بكل عزم طبعا لازم اعرف. ايوه انا سامعك اهو. بتقول له قشطه عليك تعالى بقى معايا. بتاخده وبتدخلوا السرداب الغريب ده، وفي الطريق بتحكي له عن الوحوش ال7 العظماء وقد ايه مدى قوتهم وازاي الادميين الحمقى صنعوهم ودلوقتي محدش قادر يتخلص منهم. من 3000 سنه واحنا بنحارب الوحوش الغريبه ديت بالاسلحه دي. الواد اول ما شافهم اتصدم، قال لها الغايه. قالت له دلوقتي الدنيا اتطورت وبقى اسمها الراس، زي ما قلت لك هي الطريقه الوحيده عشان نحارب الوحوش العتيقه دي ونهزمها، وان كان الامر مستحيل فاحنا برضك بنحاول نتصدى لهم قدر المستطاع. الاسلحه دي كمان بيطلق عليها اسماء، فعندك مثلا انسانيا وده اجناريو واخيرا بارزفا. بيقول مش المفروض الاسلحه دي ما بيستخدمهاش غير الادميين القدامى بس، لكنهم هم دلوقتي ماتوا وشبعوا موت. بس الامر اللي محيرني مين اللي بيستخدمها في وقتنا هذا؟ قلت له دي محتاجه الاطفال طبعا، وده لانهم نوع نادر من الجنيات وقدروا يقلدوا الادميين القدامى في كل حاجه، حتى انهم بيقدروا يستخدموا اسلحتهم العتيقه كمان، وده بعد ما تعدل على اجسامهم وبقت مضاده للالم. وده بالظبط نفس اللي حصل مع البت الصغيره النهارده الصبح. بس كده يا سيدي، انت سالت وانا جاوبتك بكل حاجه اعرفها او مسموح لك تعرفها يعني. كنت عايز تعرف اصل تلك الفتيات وانا بدوري عرفتك كل حاجه اعرفها. سلام يا صديقي. الواد وتاني يوم بيعرف ان اسيا وكتوليا بقالهم 3 ايام بره ولحد الان ما رجعوش، فبيقرر يروح يدور عليهم. ولكنه قبل ما يبعد عن المكان مسافه كبيره بيلاقيهم داخلين عليه. اي نعم متعبين وشكلهم العاطفي مش احسن حاجه، بس الحمد لله على سلامتهم يعني. اسيا بتعرفوا انهم كانوا بيقاتلوا احد الوحوش العتيقه، ولكنه للاسف قدر يهرب بعد ما سببوا
وبيسببوا له جراح كتيره. المهم الحارس ده بيجي وبيسلم الاسلحه بتاعت البنات لفيلم وبيقول له رجعهم للقاعده وخد بالك منهم، اوعى يجرى لهم اي حاجه. الواد قال له متقلقش يا عم وبيرجع بيهم على المعسكر. فعلا كتوليا كان مغمى عليها وشكل عندها حمى شديده، بتفوق وبتتحرك جامد لما بتشوف فيلم جنبها، لكنه بيقول لها ارتاحي وكل حاجه تحت السيطره. قالت له انا ما اقدرش ارتاح لانه بعد 5 ايام وحش التمر هيهجم على الجزيره من بعيد وهيدمر كل حاجه، ولازم عشان نحافظ على سلامه الباقي واحده فينا تضحي بنفسها. وكانت تقصد نفسها وقاسيه بالكلام. المهم البت اخيرا بتنام، وفيلم بقى لما بيشوف سيفها بيتاثر جامد، بيفتكر ذكريات ذلك الماضي الاليم، بيفتكر حامله السلاح السابقه اليا وازاي مصيرها كان الموت. وفي نفس الوقت ده كانت فيرن بتتنصت عليه وشكلها سمعت كل حاجه. بيروح الواد يدور على شويه ملفات مهمه كده، والبت فيرن بتجيب له القهوه وبتتكلم معاه، بيقول لها انه بيدور على شويه معلومات عن وحش التمر المتطور ده، اي حاجه، مهاراته وقدراته واحصائياته والحاجات ديت يعني. فالبت فعلا بتساعده وبتجيب له كل الوثائق. ومع حلول الصباح البت كانت نامت على حجره من كتر التعب. بتدخل عليه كتوليا ولما بتشوف الكتاب اللي في ايده بتتضايق، بتقول له هو انت ازاي كده؟ انا مش محتاجه منك اي حاجه، احنا الجنيات المختارات ولازم نكون قد المسؤوليه، مالكش دعوه بيا ولا تتدخل في الموضوع خالص. الواد بيقول لها حلو قوي، وريني بقى قوه احد الجنيات المختارات. بيروحوا على مكان فاضي وكتوليا كانت ماسكه سلاحها وشكلها ناويه تحاربه بكل قوتها وما تستاهلش معاه نهائي. فيلم في الوقت ده بيعمل شويه تمارين احماء ولا همه، بيقول لها انا كده خلصت، بيشيل هو كمان احد اسلحه الراي وكتوليا بتتصدم. هو انت ازاي بتقدر تستخدمها؟ ده انا هشلوحك يالا. البت بتجهز نفسها وبتفعل قوه الراي بتاعتها وبوم بتنقض عليه. بس هو ايه اللي بيحصل ده؟ الواد طاير منها السلاح بدون ما يستخدم قوته حتى. البت بتتضايق وبتهجم تاني، بس كما هو متوقع الواد بيطير سيفها برضه. قال لا، البت بتتحدف لبعيد. بتقول له ازاي كده؟ انا مش فاهمه اي حاجه، انا ليه مش عارفه اهزمها؟ قال لها انت اصلا ما تعرفيش طريقه عمل اسلحه الراي، فهي اصلا بتعتمد على مقدار قوه الخصم، بمعنى ان لو العدو قوي فسلاح الداغ هيتطور وهيكون اشد فتكا من الاول، ولو العدو ضعيف فالداغ هيفقد من قوته الاصليه وهيتحول لسلاح مفيش منه اي فايده. ايوه دي التقنيه اللي الفيلم بيستخدمها عشان يصد هجمات. فمن ناحيه القوه الشخصيه كتوليا تتفوق، لكن من ناحيه اسلحه الداغ ففيلم صاحب اليد العليا. البت بعد ما بتسمع كلامه بتتعصب جامد، بتهجم عليه وبرضك مفيش اي فايده. فيلم بيصد كل هجماتها وكل محاولاتها باقت بالاخفاق، بتقع على الارض وفيلم بيقول لها جيم اوفر يا ماما، انا كده كسبت. صحيح ان تحركاتك وانتقالاتك غايه في الذكاء، بس ده مش كفايه عشان تفوزي في المعارك. بيقع على الارض بعدها وبنلاحظ انه اتضرر. عند نايا بنشوفها بتتكلم مع قائد الكتيبه السبعه اي، وبتعرفوا انها تبعت 3 سيفات باسلحتهم الخاصه. بتقول له انها هتفتح البوابه لغايه الجنيات قريب وهتستدعي الدعم من هناك. ايك بيقول لها تمام، وبعد ما الارسال بيتقطع بنلاحظ ان نايا متاثره جامد، وبتقول ليه لازم كل عمليه 3 أو 4 يموتوا. انا اتمنى ان المره دي تكون مختلفه من ضمامك يا فيلم. وبتنهمر في البكاء، كانت في قمه الحزن عليهم. وفجاه بقى بيدخل عليها البنات بيقولوا لها ان فيلم مصاب بجراح خطيره، شكله بيودع. وبيتضح ان فيلم ما ارتبطش بالسلاح بتاعه ولا حاجه، وانما ده بالعكس استحوذ عليه عافيه وقدر يستخدم قوته دون عرض. الشيطان المختوم داخل السيف بقى بيستغل ضعفه ده وبيحاول يستحوذ على جسمه، لكن فيلم بيكسر السيف وبيختم الشيطان. بيصحى بعدها مفجوع ونايا بتطمن عليه، بتقول له انت فيك ايه حصل لك؟ ومش كان تدريب عادي وصدرك مدغدغ بالجراح؟ قال لها الجراح دي بسبب معارك قديمه مش من كتوليا ولا حاجه. فالبنت فهمت الكلام وسابته براحته. البنات الصغيره طبعا بيراقبوه شكلهم قلقانين عليه جامد. نايا بقى بتتكلم معاهم وبتحكي لهم ازاي اتعرفت على فيلم اصلا والموضوع. وباختصار اثناء ما كانت هي وفيلق الاستطلاع بيكتشفوا احد الكهوف المتجمده لو شخص غريب جوه الجليد ده. وايوه انت كده شاطر، الشخص ده كان فيلم، ولسبب ما كان تحت تاثير لعنه التحجير، ولما اتعالج وفاق كان في حاله يرثى لها، كل اجزاء جسمه متدمره، اعضاء الحيويه ما عادش فيها حته سليمه. وعن طريق القلاده اللي معاه قدرنا نعرف اصله وفصله وكل حاجه عنه، والاهم انه متحرك من زمن الادميين القدامى. فانا عايزاكم تسيبوه يرتاح النهارده شويه وبكره كلموه. بس بنات ما بيدولهاش اي اهميه وبيروحوا على الواد الغلبان، بتقول له مشاعري وردي بقى انت ادمي يا بسكوت انت، ده انا اقوى منك يا عم، حتى ان البت اليانور علمت عليك قبل كده. حلو والله. القلعه بتتباهى بشعر بنت اختها. البنات بقى صوتها بيعلى وبوم بتدخل عليهم الوحش المهين الكاسر اللعين نايا بنت التنانين. بتبص لهم بصه واحده بس، وفي نفس ذات الثانيه المكان كله بيفضل. لا فعلا نايا دي مسيطره. في الخارج بقى بنشوف كتوليا وهي متعصبه جامد، بتطلع جناحاتها وبتفتكر كلام فيلم وتنبيهاته ليها، بتتاثر جامد وبتفتكر قدوتها في الحياه. بتقول معقوله كل اللي علمتهولي غلط؟ من ثم ترمي نفسها وهي بتعيط. الضابط ده بيشوفها وفعلا بينقذها، بيقول لها المكان هنا خطر جدا وممكن جناحاتك الجنيه تتقطع. فالبت فهمت الكلام واعتذرت منه. بيشربوا الشاي سوا، والقائد بيقول لها احكي لي على اللي في قلبك يا كتوليا. فالبت بتقول له انها بعد ما قررت تفجر نفسها في الحرب الجايه، فيلم منحها وعلمها اسلوب قتالي جديد ومبتكر، بس هي لسه مش قادره تتخلى عن اسلوبها القديم. فالضابط ضحك
ضحك وقال لها كل محارب ليه طريقته الخاصه وعزيمته اللي بيقاتل بيها، ولو الطريقه السليمه ما اندمجتش مع العزيمه القويه فساعتها هيفقد المحارب ثقته في نفسه وعزيمته القتاليه هتتزعزع. فالبت بتفهم الكلام وبعدها بترجع للمعسكر من تاني. بتلاقي فيلم ماسك السيف بتاعها ومفعل قوته، بيفعل حاجز ضوئي غريب كده، والبت بتتفاجئ انت ازاي بتعمل كده. بتقعد جنبه شويه والواد بيتكلم معاها بيفهمها كل حاجه، بيقول لها الاسلحه دي مصنوعه من صهر تمائم نادره بالظبط زي اللي معاكي دي، ومن خلال الربط بينهم بطريقه معينه بيتكون الراي وبيتشكل على هيئه سيف او قوس او اي حاجه من الحاجات دي. وكل ما تغير ترتيب الكريستالات قدرات السيف وشكله هيتغيروا بشكل كبير جدا وممكن يكتسب قدرات جديده. البت بتخرج عن صمتها وانبهارها ده وبتقول له انها اتكلمت مع الضابط وخلاص عرفت غلطتها. بتقول له انها هتبذل قصارى جهدها في المعركه الجايه وهتهزم الوحش العتيق لوحدها. بعدها بتساله بتقول له هو انا ممكن ازود قوتي في الوقت القليل ده؟ قال لها بكل تكبر طول ما فيلم لديكم لا خوف عليكم، انا هخليكي تزدادي قوه غصب عنك. حد بالتعديلات اللي بعملها لسلاحك دلوقتي هتكتسبي قوه جباره. البت قالت له حلو قوي. بينتهي من اعداد السيف بتاعها وبيقول لها نامي بقى يا بت عشان بكره عندنا تدريب. فالبت ابتسمت وقالت له تمام يا عم. والتاني يوم بيروح الواد يتكلم مع الحداد وبيشكره على كل اللي عمله معاه. الحداد بيقول له ولا يهمك يا عم، والواد بيرجع للمعسكر تاني. البنات بيروحوا على معركتهم والاطفال الصغيرين بقى كانوا بيتفرجوا على افلام رومانسيه ساحلين الواد الغلبان معاه. وبعد مرور شهرين بيقعد فيلم معناه في مطعم وبيتكلموا شويه عن الاسلحه والوحوش والكلام ده. ولما النادر بيجيب لهم الطلبات بيتضح انه خايف منها جامد. بتقول لي فيلم انا شايفاك فاضي يعني وما وراكش اي حاجه تعملها، ايه رايك تعمل حاجه عشان خاطري؟ فيلم قال لها اوامرك يا ست البنات. قالت له السقف بتاع المعسكر بينقط وعايزاك تصلحه. بيروح هناك بيطلع عشان يصلح السباكه، ولما بينادي على اي حد عشان يناوله الشاكوش للاسف محدش رد، كلهم لسه ما رجعوش من الحرب. واضح كده ان الواد مفتقدهم جامد. بيقلب عليهم المكان كله وبيدور عليهم بجنون. بتجيله نايه وبتقول له ان زمانهم ميتين دلوقتي. فالواد بيترعب وبيتضح ان كل ده حلم، وهو اصلا قاعد مع البت لوسي في الطياره. بينزلوا وبيتضح انهم هنا عشان فحص طب، وده لانها حلمت بحاجات غريبه امبارح. ومن المعروف في اي جنيه بتحلم ده بيدل على انها بتحمل قوه جباره. بينزلوا للمدينه وبيتضح ان في الفتره الاخيره البشر بقوا بيعيشوا مع اشباه البشر بسلام. الواد بيقول لها مفيش اي مكان عايزه تزوريه كده ولا كده يعني؟ فالبت قالت له لا انا هنا عشان اشوف قوتي الخارقه مش عشان العب واتفسح. فالواد قال لها تمام. فالبت قالت له انا صراحه مش عايزه اضيع وقت يعني، بس لو انت عايز تنبسط وتتفسح فانا مش هقف في وش احلامك، يلا نتفسح يا عم. صغيره بس واعي. بس ما علينا يعني. بيروحوا يزوروا اماكن كتيره والبت بتنبهر من ابسط الامور. ده انبهرت من كرسي يا جدع، عايزه تاني. بيروحوا الكافيتيريا وبيشربوا شاي، ومش محتاجه اقول لكم ان البت منبهره بكل حاجه حواليها. فجاه بقى الاتنين دول بيمسكوا البياع الغلبان ده وبيكسروا مكان اكل عيشه. الشرطه بتعرف بالموضوع وبيجوا للمكان في ثواني. المعتدين بيحاولوا يهربوا بس فيلم بيحط رجله وبيكعبلهم، والشرطي بيقدر يمسكهم بسهوله. بيتاخدوا على السجن وقتها، والبت بتروح تعمل كل الفحوصات اللازمه. وفيلم كان قاعد مستنيها بره. بيدخل عليه الدكتور المسؤول عن الفحص وبيتكلم معاه. فيلم بيقول له ايه فايده الفحص ده عشان حاسس ان كده نايا ضحكت عليا. الدكتور قال له الغرض من الفحص ده هو معرفه قدره الجنيه على استخدام اسلحه الداغ والتعديل على اجسامها لو ما عندهاش القدره على استخدام الاسلحه. يعني باختصار سواء كنت تملك الموهبه او لا فانت هتطلع من الفحص ده 100 فل و10. والحقيقه لوسي زي الفل وما عندهاش غير عسر في الهضم بس، وده غالبا بسبب الحلويات. وعلى العموم فهي هتفضل هنا النهارده معانا وبكره ممكن ترجع معاك عادي. الواد قال لهم تمام واليوم خلص على كده. تاني يوم بقى بيروح يطمن على الجيش وبيلاقي السقف مخروم وبيسرب ميه. سحقا يا جماعه، ده نفس الحلم اللي حلم بيه قبل ما يجي لهنا. فيلم طبعا ما بيحطش في باله وبياخد بعضه وبيمشي. بيخبط في البت دي اثناء ما كان ماشي وبتقول له انها محتاجه تقابل القائد لايت، وطبعا تقصد الضابط السحليه ذو البنيه الضخمه بالكلام. فقال لها انه في مهمه سريه للقضاء على احد الوحوش العتيقه ولحد الان لسه ما رجعش. وقبل ما يخلص كلامه يسمع بعض الجنود بيتكلموا عن الحرب الاخيره وان القائد لايت بلغهم بمعلومات جديده. الكلام طبعا بيشد انتباهه وبيروح عشان يتاكد من اللي سمعه. بيوقف الضابط ده وبيساله عن اللي حصل لكنه ما بيرضاش يقول له اي معلومه. بس بعد ما عرف انه ضابط من المرتبه الثانيه قال له على كل حاجه. وفعلا زي ما فيلم شاف في الحلم بيتضح ان عمليه الانقاذ بقت بالفشل وكل المجندات ماتت ويسيبوا ويمشي. الواد طبعا في الوقت ده كان واقف مصدوم مش مستوعب ايه اللي بيحصل حواليه. بيقع على الارض وما عادش سامع اي حد او اي حاجه. بيفتكر ذكرياته معاهم وبيلوم نفسه. بيبص وراه كده وبيتفاجئ ان كلهم بخير. لايت، اسيا، فارين، توليا كلهم بخير والحمد لله. يعني الواحد ما كانش مصدق عينه. بيقوم يقف وبوم بيستخدم قدراته السحريه وبيروح عليهم. بيحضن البت كتيليا وبيقول لها مش قلت لك هترجعي؟ واسيا طبعا ما كانتش فاهمه اي حاجه. وبيتضح انهم فعلا كانوا هيخسروا بس هو بطريقه ما قدروا يستغلوا نقاط ضعف التيمري وقضوا عليه. بس نسيوا يبلغوا ان المهمه نجحت. يعني المهم بعد مضي 7 اشهر البنات بيروحوا مهمه قتاليه جديده وبنلاحظ مدى تطورهم الرهيب. مستوى كتوليا في حته تانية خالص لدرجه انهم خلصوا على
الوحش العتيق في ثواني. بيرجعوا للمقر وبيقابلوا فيلم بيطمنوه عليهم. بتدخل عليهم البت ديت وبتعرف القائد لايت ان في حد بعت لها رساله تهديد وطلب فديه كبيره والا هيقتله. وبيتضح ان النقيب لايت ده يبقى عمها اصلا. بيقول لها للاسف يا فير مش هقدر اساعدك ورايا مشاغل كتير، اطلبي من فيلم هو ممكن يساعدك. لكن الواد بيرفض وبيطلع لبره. البت بتمشي وراه وبتفضل تلح عليه بتقول له ارجوك ساعدني عشان انقذ اهلي، المختالين عايزين يقتلوهم عشان امانتهم في الشغل وكل اللي لجأتهم غدروا بيا وخانوني، ارجوك ساعدني. الواد بيتعصب عليها وبيرفض طلبها بكل صراحه. والعيال بيروحوا يجيبوا لوسي من الفحص التاني. اسيا بقى بتقول لفيلم وافق على مساعده البت المسكينه، فبيضطر اسفا انه يوافق. بيروح يتغدوا بقى والدنيا معاهم تمام التمام. حتى فير نسيت ان ابوها هيتقتل وفضلت تتكلم بكل رواق. بيخرجوا بعدها وبيتمشوا في الجنينه الخارجيه، لكن كان في شخص ملثم بيراقبهم والواضح كده انه من الجيش. ابطالنا بقى ما بياخدوش بالهم من اي حاجه وبيكملوا طريقهم في سكان. لكن كيتوليا بتلمح الفرقه الموسيقيه ديت وبتتاثر جامد. بدات تفتكر في حاجات، بتفتكر النبوءه اللي فيها المهرجين دول وكانت في غايه الصدمه. العيال بيطمنوا عليها لكنها بتقول لهم مفيش حاجه وبيكملوا تنزه عادي. والواضح كده ان المدينه ديت مدينه سياحيه بيتردد عليها العديد من المشاهير وتعد من اكتر المدن اللي بتصور فيها افلام. لا فعلا المدينه جميله. بيروحوا على بئر الامنيات وقبل ما يرموا فلوس ويتمنوا امانيهم بيتحاصروا من كل الاتجاهات. بيقرب منهم زعيم العصابه وبيهدد فير. بيقول لها ابوك الكلب مرضاش يدفع اي فلوس وقال لنا ان كل حاجه معاك انت واحنا دلوقتي متضايقين، هتموتي دلوقتي انت والكام هلفوت اللي معاكوا دول لو ما سلمتوش الفلوس حالا ودلوقتي. البت قالت له اعلى مفخلك اركبوا يا اراجوزن. الزعيم اتعصب جامد وامر رجالته بالاجهاز عليهم. بس انت متخيل انهم هيعملوا اي حاجه الاسطوره فيلم موجوده صديقي؟ ابدا والله. بيقربوا عليهم وفاكرين انهم هيقدوا بس شكلهم ما يعرفوش ان فيلم محدش قده. بيحط عليهم بصباع واحد، ده لمسه وده لمسه وده لمسه وبيحط على الكل في ثواني. بيقول للزعيم بقى هم دول رجالتك اللي عمال تتنطط بيهم يا هفا انت ولا اقول لك يا اراجوز؟ الاراجوز اتصدم وكان في نص هدومه الصراحه. بيشاور لرامي السهام اللي متخبي كويس وفاكر انه هيغدر بيهم لكنه بيتكعبل وبيقع من طوله اصلا. وكانت لقطه من اكتر اللقطات اللي ضحكتني الصراحه. بيتعصب الزعيم اكتر واكتر ولسه جاي يهجم عليهم. الحكومه بتكذب، بيعتقلوهم كلهم، بيترحلوا على السجن في ثواني. ويخرب بيت الجمدان بامانه. اول مره اشوف ظباط بيشموا الجريمه، ما تقولش كلاب يا جدع. ما علينا يعني. البت بتشكر الواد على مساعدته ليها وبحلول الليل بيتكلم فيلم مع كتوليا والبت بتقول له انها كشفته وفهمت كل حاجه. بتقول له شفتك وانت بتستخدم العملات في صوابعك يا خبيث، انا اصلا كنت براقبك وعرفت كل حاجه. قال لها كان لازم اعمل كده عشان اكسر بنفسهم. لا ناصر. البت قالت له خلاص فهمت. واثناء ما كانوا راجعين بيقف قدامهم الشخص ده احد قاده الجيش ومن الرتبه الاولى. بيسالهم عن سبب تاخرهم الغريب بس العيال بيتجاهلوه بيمشوا. لكنه لما بينطق اسم الشخص اللي بعته الواد بيغير رايه في الحال. هروح يا سيدي الناس بس البنات دول امانه في عهدتك. الواد قال له تمام يا عم اعتبرهم اخواتي. البنات بتركب الطياره وفعلا بيوصلوا للبيت. نايا كانت واقفه في انتظارهم. كلهم سلموا عليها الا كتوليا دخلت على اوضتها على طول وكان واضح انها مفتقداه. وعلى ذكره فالواد يا صديقي كان قاعد مستني في القاعه الملكيه دي وما بيصدقش نفسه اول ما بيشوف العجوز ده قدامه لانه اصلا هو نفس اسطوره السحر الحيه على وجه الارض، القائد العظيم، اسطوره السحر ومروض التنانين اوليفر المتين. الراجل التاني برضه حرفيا بيفشخ بقه ومش مصدق ان الفارس الاسود قدامه. بيقول له انت ازاي لسه عايش ومحافظ على جسمك بعد العمر ده؟ فقال له انه اصلا كان متحجر من زمان والتحجير ده لسه مفكوك قريب يعني. باختصار حاجه كده شبه ختم جوجو ساتورو في محطه شيبويا. بيقول له بس مش غريبه انك لسه عايش يا عجوز انت. فقال له ان هو كمان ما عادش ادمي زي الاول، ده مجروح ومع جزء كبير من السحر المظلم وقدر يحافظ على جزء من انسانيته. فيلم كان باصص له بتاثر شديد. اوليفر قال له انا مش عايز اشوف نظرات الشفقه دي في عيونك، انت ناسي ان اللي مسدد كل ديونك. الواد قال له لا يا عم شفقه ايه؟ ده موت ايريسا اثر فيا اكتر من الكلام ده يا جدع. وخنزير خنزير مفيش كلام يعني. بيقول له انت اصلا فاكر ايه حصل وقتها؟ الواد قال له طبعا فاكر كل حاجه، هي دي ايام تتنسي برضه. كنا مع ايريسا وباقي التيم بنحتمي من الهجوم العنيف اللي بيحصل بره وفجاه ايريسا خرجت عن صمتها ده وبدات تتنمر عليك يالا، حطيت لك البسكويت وحصل اللي حصل يا عم كنوت قال له خلاص يا عم عرفنا ان ذاكرتك جامده وكل حاجه اهدى بقى على نفسك. فيلم قال له طب استاذن انا سلام. قال له استنى عايزك تقابل حد مهم قبل ما تمشي. بيطلع لبره وبيامر جنوده بتجهيز المركبه. وفي نفس الوقت ده كانت كيتوليا في فراشها بتحلم بنفس الاحلام والكوابيس الغريبه من تاني. بتصحى مفجوعه وعينيها بتتحول للون الاحمر. ده ايه اللي بيحصل ده؟ شكلها ما تبشرش بالخير خالص. على الجانب الاخر من احداث الحكايه بيوصل فيلم وكنوت على الجزيره التانيه. بينزلوا من المركبه وبيروحوا يقابلوا الشخص المنتظر واول ما بيشوفوا الواد بيتصدم. هو ايه ده يا عم؟ انت مش فاكرني ولا ايه؟ انت متعرفش انا مين؟ قال له لا الصراحه اكيد مش هعرف جمجمه يعني. فالشيطان اتعصب وده لانه اصلا نفس اللي ظهر له قبل كده وقضى عليه من زمان. المهم الواد بيقول له كنوت ايه العمل يا باشا؟ جبتني
هنا ما بعملش اي حاجه غير اني بسمع الهري اللي بيطلع من بق الخنزير ده، بيقول لي انا جاي لك في الكلام اهو، انا وراس الجمجمه اللي ورا ده بنخطط اننا نهجم على السطح ونستعيده من سيطره الوحوش، وطبعا انا والمغفل اللي معايا ما كناش هنعرف نعمل اي حاجه لولا تدخلك. انت تمتلك قوه ومهاره ومفيش اتنين يختلفوا عليها ايها العقيق الاسود، واللي عايزينه منك مش كتير، كل اللي احنا عايزينه هو انك تعدل على اسلحه الداغ ديت وتخلينا قادرين نستخدمها تاني. وقبل ما توافق او ترفض يا صاحبي، فانا عايزك تعرف اننا اخترناك انت لانك الوحيد اللي هتقدر تساعدنا في هذا الحوار. وبغلط صغير من كنوت الواد بيعرف ان هو المسؤول عن صنع الجنيات. هو في ايه يا جدعان؟ محدش عارف. وفي مكان تاني كان في وحش هجم على جزيره البنات وكلهم بيحاولوا يتصدوا له، وفي اثناء كده البت كتوليا بتشوف نفس الحلم المرعب الغريب ده، دماغها بتوجعها وخلاص هتتفرتك. الوحش بيستغل تشتتها ده وبيهجم عليها لكنها بتتاثرش باي حاجه، وشكلها نهايتك يا معلم. البت خلاص بقت جديه وهتنفخك دلوقتي. بتطير عليه بكل غباء، بضربه واحده بتشقه نصين. تمت المهمه بنجاح. بيرجعوا من ساحه المعركه، واول ما بتدخل اوضتها التهيؤات بتراودها من تاني، وشكل كده في حاجه كبيره هتحصل يا صاحبي. فيلم بيتعصب على كنوت جامد بعد اللي عمله، يعني بيقول له انت ليه تضحي بيهم عشان مصالحكم الشخصيه؟ انا ما كنتش متخيل انك تعمل كده، لقد انحدرت يا كنوت. بيرجع لورا كده وبيقول له انا بعمل كل ده عشان استعيد السطح. فيلم قال له بعد ما نستعيد السطح ايه هيحصل يعني؟ ولا اي حاجه، مش هتلاقي اهلك مستنيينك هناك، اللي بيموت ما بيرجعش يا صاحبي. احنا دلوقتي عايشين في الجزر هنا بسعاده، انا مش هساعدكم في اللي انتوا بتعملوه. رجولتي، جدعنتي، مرؤتي، شهامتي، اخلاقي ما يسمحوليش اعمل كده. سلام. وسابه ومشى. بيوصل للمعسكر وبيدخل للبت كتوليا وكان مغمى عليها. فيلم بتقول له للاسف ما عادش فاضل كتير في عمرها وذكرياتها بدات تتحلل. انت تعرف اخر امنياتها كان انها تشوفك يا فيلم. الواد اتقص، وفي الاثناء دي كانت كتوليا جوه عالم الذكريات بتمشي ورا البت ام شعر احمر ديت لحد ما بتوصل على المكان الغريب ده. بتقول لها انا لازم ارجع لان في ناس مستنياني. فالبت اللي اسمها اليا بتوافق. بالسهوله دي؟ بالسهوله دي عادي، يعني مفيش اسهل من كده. الفيلم بقى كان بيتكلم مع نايا وبتحكي له على كل اللي في قلبها. بتقول له قبل ما تيجي لهنا كانت كل حاجه خربانه ومأساويه، كل واحد عايش على هواه وفاكر ان الدنيا تمام معاه، لكن الحقيقه عكس كده خالص. قبل ما تيجي لهنا كنت ببكي كل يوم من قبل ما انام لغايه ما اقوم، نهاري ليلي وليلي نهاري، والمعنى ان ايامها ما فيهاش جديد. فالواد بيحس بألمها وبيطمنها بان كل حاجه هتبقى خير باذن الله يعني. وفعلا البت كتوليا بعد ثواني بتفوق. الدنيا عسل قوي. اسيا وفيرين بيدخلوا عليها وشكل الخصوصيه منعدم في البيت يا صديقي، كل واحد بيعمل اللي على هواه وبس. المهم ما علينا يعني. كده اليوم خلص وتاني يوم فيلم بيدرب البنات وكتوليا بتتفاجئ ان شعرها الازرق النقي اتدنس وتلونت اجزاء منه باللون الاحمر. يا حلاوه، ده شكلها كده ما تبشرش بالخير ابدا. بتطلع لبره والبنات بيطمنوا عليها. بيفعل قوته وعلى طول بينقذها. ما قدرش يفادي نفسه للاسف والصخره كسرت ظهره. بيقول لهم مفيش حاجه خلونا نكمل الطريق ونخرج من هنا قبل ما اي حد فينا يتاذى. بيقرروا انهم يسلكوا الاتجاه ده لانه في اضواء وكده، لكن قبل ما يقطعوا نص المسافه حتى بيلاقوا كل اعضاء فيلق الاستطلاع بتوع امبارح مقتولين بطريقه بشعه جدا، اجسادهم ممزقه ودماغهم متلخبطه. ومن بشاعه المنظر الدموي كتوليا بتفتكر نفس الرؤيه تاني، والمره دي ايلك بتسيطر عليها، بتخليها تفعل جناحاتها وتهرب من المكان في ثواني. وفي الخارج بقى كانت فيرين وباقي الجنيات خلصوا على عدد كبير من الوحوش وطاقتهم قربت تخلص. القائد الاول في الوقت ده بيطلب انسحاب جميع القوات وبيطالب بالغاء المهمه. ده انت كمان بصحيح يا جدع. الوحوش بتقرب منهم وبينطلقوا للي جاهز عليها. تحت بقى كان فيلم وجورد وصلوا على مكان كتوليا، وفجاه النسبه الكبرى من شعرها بتتحول للون الاحمر. بتمسك البلوره الجليديه ديت وبيتضح انها جثه متحجره للملكه العظيمه ايليك. جورد بيتصدم. ايه اللي بيحصل يا جدعان؟ جورد بيقول له الطفله دي اتولدت بقدرات استثنائيه، لكن وبعد مده وجيزه من توليها الحكم بيتغدر بيها وبيتم حجزها زي ما انت شايف كده. المكان حواليهم بينهار، وفيلم بيشيل كتوليا وبيجري بيها بكل سرعته. بيخرج من المكان وبيوصلها للمركبه. بيفضل جنبها بقى وبيلوم نفسه على كل اللي حصل معاهم. بيقول انا كان نفسي اساعدك واحميكي، بس للاسف كنت اضعف مما اتخيل، ما قدرتش اكون قد ثقتكم ديت. انا بجد اسف يا كتوليا. كل الكلام ده طبعا كان طالع من اعماق قلبه، وفيرين كانت بتراقبهم وسامعه كل الكلام. مشاعر فيلم الصديقه بقى بتتسلل لاعماق قلب كتوليا، والبت بتغوص في ذكرياتها. بتشوف كل الاوقات الجميله اللي قضيتها مع فيلم والبقيه. بتشوف استكمال للرؤيه، وبنلاقي ان كتوليا المستقبليه بتحاول تقتل ايليك بس بدون اي فايده. كتوليا بتقول لها انا عارفه انك اقوى مني، ولكني افعل هذا لاجل من احب. انا عارفه ان الحرب دي هتنتهي بخسارتي، بس كان لازم احاول على الاقل، كان لازم احاول عشان ارضي نفسي وضميري. وفعلا بتغفلها وبتقدر تقتلها. ايليك بقى بتقول لها مبروك عليك استرجاع جسمك، بس انا عايز احكي لك حكايه واعرفك منين ابتدت كل حاجه. من زمان وقبل 3000 سنه كان في جنس شرير عايش على الارض واسمهم هو البشر. عاشوا في الارض فساد
فسادا افسدوا واحرقوا وخربوا كل ذات عماد. وفي الاثناء دي ظهر 3 ابطال وقفوا قدام مصالح البشر واهدافهم الغريبه، ونتيجه لكده صنعوا وحوش عشان تهاجم الابطال، وفعلا قدروا يقتلونا. ايوه انا ايليك البطله القرمزيه. وبالمناسبه يعني فانا ظهرت لك انت بالذات لان اسم روحك هي ايليك، لانه زي ما انت عارفه الجنيات بتتولد من ضحكات الاطفال. من ساعه ما ليليا قتلتني وانا محبوسه هنا، محبوسه وغرقانه في احلامي، وكل الفتره دي بحلم باليوم اللي هرجع فيه للعالم وانقذ كل ما يمكن انقاذه. بس انت نقاء روحك وصفاء قلبك غيروا رايي. ارجعي يا كتوليا، عايز اشوف ازاي هتنقذي العالم. بيحطوا ايديهم في ايدين بعض وكل حاجه بترجع زي الفل. اريون وران كانوا مخلصين على عدد كبير من وحوش التمري وشكلهم جابوا اخرهم. بيتكلموا شويه بس ده مش وقت كلام يا احبائي. وحوش تمري كتيره بتظهر في المكان وعددهم يقدر بالمئات بل بالالاف. ران بتقول لاريون تنافسنا ونشوف مين هيقتل اكبر قدر فيهم، فقال لها يلا بينا، وشجعوا انفسهم. جدعان والله. قادة الجيش بقى كانوا انتهوا من الاصلاحات، وقبل ما يقلعوا السفينة بيتم اختراقها. وحش تمري صغير بيدخل عليهم والجنود حاولوا يحاربوه لكن بلا اي فائدة ترجى. الوحش كان خلاص هيقتلهم لولا تدخل فيرين معشوقة الملايين قاتلة التمر السفاحين. بتقول لهم اجروا من هنا لان كده مش هقدر احميكم. وحوش تمري تانيين بتجتاح المكان والبت بتخرم فيهم شمال يمين يمين شمال ومبدعة بصراحة يعني. واحد من الضباط بيتأذى والبت بتحاول تقضي عليهم جاهدة، لكن للأسف قوتها بتنفذ وعينيها كمان بتتلون بالاحمر. جريد بيحاول يقلع بالمركبه وفيلم كان قاعد مع كتوليا ومستاء جامد من اللي حصل لها. تظهر له نسخته الصغيره وهي كمان بتلومه بتحقد عليه. بيقول له نسخته المصغره انت السبب في كل ده، فضلت تضحك على البت المسكينه لحد ما دوبتها فيك وفي حبك الكاذب. بيقطع عن حديثه مع نفسه الصغيره بقى دخول احد التمر الهاربين. فيلم بيقول انا متعصب جامد وكويس انك هنا دلوقتي، كان لازمني حد اتسلى عليه وانفس عن غضبي فيه، وبما انك جيت فانا هجلدك حالا. ودلوقتي بتتكلم ايليك مع كتوليا تاني وبتعرفها ان الوضع خطير جدا بره ولازم هي تتصدى لهم بنفسها. بتقول لكتوليا ما تقلقيش انت هتفضلي هنا وبعدين هرجع انا وهتاخدي مكانك. البت فعلا بتشوف اصحابها وبتوافق. وفيلم بيمسك الوحش العملاق وبيقضي عليه بضربه واحده. بيتمشى في المركبه وبيلاقي وحش بيلتهم احد الضباط فبينقض عليه وبيهزمه في ثواني. باقي وحوش التمر بتقتحم المركبه والوضع مزري لابعد الحدود. فيرين بتلحق الجنود على اخر لحظه ولكن عينيها كانت اتحولت للون الاحمر القاتم. ران هي كمان بتحاول تقضي على الوحوش ولكن حالتها الصحيه ما بتسمح لهاش، حرفيا ما عادتش عارفه تعمل اي حاجه. كلا يكافح ويعاني. البت بيتغدر بيها وبتتعلق هنا. وحش تاني بينقض عليها وخلاص هياكلها. البت فعلا استسلمت بس على اخر لحظه الاسطوره فيلم بينقذها وبيقضي عليه. بيسال ران عن اريون وفيرين لكنها بتقول له انهم اتفرقوا عشان يساعدوا الناس ويحموهم. وفعلا كان اريون ظابط الكلام ومبدع اخر حاجه بامانه. بيشوف الظابط اللي ساعده قبل كده مقتول وبيحزن عليه جامد. فيلم بقى كان اغمى عليه وده بسبب جراحه الكتيره. بيقرر يروح يساعد البقيه بس ران بتمنعه. بتقول له انت لو رحت في اي حته فمصيرك هيكون الموت يا عزيزي. انا مش خايفه عليك او اي حاجه بس مش عايزاك تعملنا حجتك. الواد قال لها تمام وما عطوش لكلامها اي اهميه ومشى. بيروح على مكان فيرين بس كان على اخره ومش قادر يعمل اي حاجه. وفي نفس الوقت ده كانت كتوليا مع ايليك قاعدين يتفرجوا. يا حلاوه، ما جيبش سجارتين بالمره عشان تنبسط منك لها، ده حاجه تشل يا جدع. كتوليا بقى بتتكلم مع ايليك وبتطلب منها تخليها ترجع مره اخيره. ايليك طبعا ما كانتش موافقه في الاول بس بعد ما بتشوف عزيمتها واصرارها بتوافق على طلبها. فيرين بقى كانت جابت اخرها في قتال الوحوش وبدات تشوف احلام زي كتوليا. بتنقض على الوحوش بكل شجاعه وبتخلطهم في ثواني لكن بعدها بتفقد كل قوتها وبتستسلم للامر الواقع. وكذلك الحال عند اريون، لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. بيقتل في كل الوحوش من غير رحمه بس قدام عددها الجبار دفاع الواد بينهار. القائد الاعلى بيزعق في السواق وبيطلب منه زياده السرعه، ومع زيادته للسرعه فيرين المصابه كانت هتقع بس فيلم على اخر لحظه بيظهر وبيلحقها. بيقول لها كويس ان وصلت في الوقت المناسب. بيحاول يرفعها بس ما بيقدرش بسبب جراحه. البت بتقول له انها هتفقد التحكم في نفسها زي كتوليا بالظبط بس هو بيرفض يسمع لها ويسيبها تقع وتضحي بنفسها. بيحاول يسحبها تاني وبرضك من غير اي فايده. بتقول له انت خلاص عملت كل اللي عليك بس ده قدرنا، وتسيبه تقع. الواد ما بيستحملش يشوفها بتموت قدامه فبينط عشان يلحقها. اريون بقى خلاص ما كانش قادر يعمل اي حاجه. وكتوليا بقى بتظهر وبتاخد سيفه وبتقرر انها تحارب. بتودع اريون وبتنط من المركبه. فيلم في الوقت ده كان بيحاول يلحق فيرين وخلاص كان هيقع بس كتوليا بتلحقهم هما الاثنين، بتنزلهم على الارض، بتعالج فيرين من الهيجان وبعدها بتسيبهم في الحاله دي وبتنقض على الوحوش لوحدها. يا بنت المجنونه بيهجموا عليها لكن كتوليا يا باشا بتهاجمهم بكل سلاسه، بتقضي عليهم اللهم لا شماته، بتقضي عليهم واحد واحد ومع ذلك بتتصاب بجراح في كتفها لكنها بتتاثرش. بتروح على الصف اللي بعده ويا هناها يا سعده. بتفتكر كل
ذكرياتها الجميلة وبتكون في قمة سعادتها، بتقتل فيهم شمال يمين وكلهم باصين عليها وحاقدين. البت بتقتل فيهم بكل سهولة وقوتها اصبحت ملعونة. اخر ما بتزهق من كتر عددهم بتفعل كامل قواها، بتفجر نفسها، بتقضي على الجيش بالكامل، بتروح لفيلم بقى وبتودعه بدموع الفرحة، وبيخلص اليوم المشؤوم على كده. في الحرب دي بيموت كل من كيتوليا وفيرين، وبيتصاب كل من اريون وران، والكل كانوا في قمة الحزن عليهم. الاطفال كانوا بيتمرنوا بكل حماس وبيستعدوا لمواجهة الخطر القادم. اسيا هي كمان بتبكي من كتر الزعل وانها بتحاول تهون عليها. يا ترى ايه هيحصل بعد كده؟ وكده يا عم خلصنا الموسم الاول من الحكاية، ولو وصلت لهنا فانا طبعا في لايك او اشتراك او حتى كومنت جميل زيك كده. ودلوقتي هسيبكم لحد ما نتجمع في ملخص تاني جديد. سلام.